3 2 1 وجهة نظر الجمهور ونرجع تاني نكمل حوارنا. علاء يا مرسي، انت فنان كويس، ربنا خلقك للتلفزيون، ما تعملش سينما تاني. هي الفترة الأخيرة طبعا بتاعت الأفلام بتاعته دي، يعني التمثيل بتاعه أنا شفته يعني زي مصطنع. الصغير ده صغير. هو ما بيبانش ليه؟ الاضواء اختفت من عليه فجأة، ولا هو اللي بعد عن الفن ولا هم اللي بعدوا عنه؟ الفنان علي مرسي قدم افلام مسرحيات سينما كوميديه كتير، لكن هو ما ضحكنيش غير مره ولا مرتين بكتير. والله انا بحس ان الفنان علاء مرسي كان في طاقات غير مستغله، او هو فرقعه وراحت يعني. ها ايه رأيك؟ والله دي زي وجهة نظر، يعني انا مش هقدر هو البرنامجنا اسمه وجهة نظر. والله انا احترم رايهم ان هم ناس بيتكلموا، بس مش معترض على حكايه الصغير دي. ايه الصغير دي؟ واللي قالت كده البنت. ايه الصغير دي؟ ده انا شلت ناس قالت كلام ما ينفعش يطلع في اي حته. ده يعني بحت. يعني ايه، اعتزل انا دلوقتي التمثيل ولا اعمل انا؟ ليه؟ دول 5 6 انفار من 5 محافظات، مش كتير يعني. انا مش عايز اكمل البرنامج ده. انا يعني ما شفتش في تاريخي كله ضيف يعني متعصب كده يا ريس. انا عمري ما حد قال لي انت وحش. ده غرور بقى. مش غرور والله. عمر ما حد قال لك انت وحش خالص، صدق. طيب لو في حد من اصحابك كويس، طيب نكمل الاول بعدين نبقى نخلص الدردشه دي. على فكره احنا بره الاستوديو بقى دمنا خفيف قوي مع بعض، فخلينا بره. يلا 5 4 3 2 1. الصداقه ده كان سؤالنا. مالها؟ ندخل في الموضوع. ايه رايك في صداقتك بالفنان شعبان عبد الرحيم؟ شعبان شعبان صديق عزيز عليا، وانا بحترمه جدا وبحبه جدا. وشخص طيب جدا. وكان ليا تجربه معاه مسرح، وليا تجربه معاه سينما. سينما؟ سينما كان إيه؟ فيلم اسمه فلاح في الكونجرس. إيه فلاح في كونجرس. اتعرض 3 ايام تقريبا في السينما واتشال تقريبا في دارين عرض، باين حاجه زي كده. ما حصلش. نجح الفيلم ده؟ نجح طبعا. انا مش عايز اكمل البرنامج ده، وانا غلطان اساسا ان انا جيت بجد. ايه يا استاذ علاء؟ ايه يا استاذ علاء؟ طب معلش، بس بالراحه بالراحه. ما انا بقول لك مش عايز انا، ان انت شخص مستفز جدا وبتضايقني جدا. طب ستوب يا جماعه، ستوب يا جماعه، ثانيه واحده. والله انت شخص عجيب الشكل، يبقى محدش بيعمل كده. طب ممكن انا باقي في البرنامج نشوف الحاجه بسيطه على الفي تي ار وزفت ايه؟ يلا 5 4 3 2 1 نشوف الفنان شعبان عبد الرحيم وجهة نظره ونرجع نكمل كلامنا تاني.